احنا النهارده هنتكلم عن هاتف اقتصادي ورخيص من شركة سامسونج، فاعمل اللايك بتاعك الجميل ويلا بينا نبتدي الفيديو. قبل اي حاجة احب ارحب بيكم، يا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهارده هنتكلم عن هاتف سامسونج جالاكسي F04. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، المقارنة، اي حاجة محتاج تعرفها عن الهاتف هنوضحها بالتفصيل. ولكن قبل اي حاجة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس، ويلا بينا نبتدي الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. اول حاجة نشوف التصميم، والتصميم هنا شكله شكل تصميم الهواتف الاقتصادية من سامسونج في الفترة الاخيرة، كلهم تقريبا نفس التصميم. تصميم من وجهة نظري شكله كويس ومناسب على فئة الهاتف، وطبعا التصميم بيجي من البلاستيك وده طبيعي على فئة الهاتف. نيجي نشوف الشاشة، والشاشة هنا بتيجي بحجم 6.5 بوصة بجودة HD بلس وبدقة 1600 في 720 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 270 بكسل لكل انش، والشاشة هنا نوعها BLS LCD، والشاشة بمعدل تحديث 60 هرتز. طيب الشاشة هنا نظامها ايه؟ طبعا انت بتشتري هاتف اقتصادي ورخيص، فالشاشة هنا بالنسبة للفلوس اللي انت بتدفعها على فئة وسعر الهاتف كويسة، وهتاخد منها اداء كويس وجيد ويمشي الدنيا بالنسبة للسعر اللي انت بتدفعه او بالنسبة لفئات الموبايل. نيجي نشوف اداء الموبايل او المعالج، والمعالج هنا هو ميدياتك هيليو بي 35 اللي بيجي بدقة تصنيع 12 نانو. طيب ركز معايا، المعالج هنا مناسب اكتر للناس اللي هتحتاج الموبايل ده في مكالمات، مثلا يوتيوب، شوية العاب خفيفة كده، وممكن يشغل العاب زي بابجي، ولكن مش احسن حاجة. او عموما انت بتشتري هاتف زي ده عشان الاستخدام العادي، لو بتشتري هاتف للالعاب مخصوص فده اكيد مش هينفع. فالهاتف ده ينفع للمكالمات، يوتيوب، فيسبوك، تصفح، مش عارف ايه، هيكون معاك كويس جدا. والمعالج هنا مناسب على فئة الهاتف. الهاتف هنا بيجي بنسخة وحيدة وهي 64 جيجا مع 4 جيجا رام، والهاتف بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص لغاية 1 تيرا. الهاتف بيجي باتنين كاميرا خلفية، الأولى 13 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، أما الكاميرا التانية فهي 2 ميجا بكسل ودي لعمل العزل. الكاميرا الخلفية بتقدر تصور بيها فيديوهات بجودة فول HD بمعدل 30 فريم في الثانية، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بتيجي 5 ميجا بكسل. بطارية الهاتف هنا جاب حجم كويس 5000 ملي أمبير، بطارية كويسة وهتاخد منها أداء كويس. والبطارية هنا بتدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، ودي السرعة نقدر نقول إنها كويسة على فئة الهاتف. الهاتف هيجي باندرويد 12، الهاتف مش بيدعم NFC، الهاتف بيدعم منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي من نوع تايب C، سماعات الجهاز لا تدعم الاستيريو، الوان الجهاز هما الاخضر والبنفسجي، والهاتف هنا مش بيدعم البصمة ولكن بيدعم الفتح بالوجه. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. مميزات الهاتف، الشاشة هنا كويسة وهتقضي الغرض، البطارية كبيرة وهتاخد منها اداء كويس في مكالمات وتصفح والعاب خفيفة وكل ده. اما بالنسبة للعيوب فكان الصراحة مفروض يكون هاتف في السعر ده بيدعم البصمة الصراحة يعني. خلونا دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة عن الهاتف نعرف سعر الهاتف. الهاتف تم اطلاقه في الهند بسعر $115، السعر المتوقع في مصر 4500 جنيه، السعر المتوقع في السعودية 600 ريال. كده تمام قوي، ولكن ايه افضل منافس للهاتف ده في نفس فئته السعرية؟ عندنا هاتف شاومي ريدمي 10A، الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف سامسونج جالاكسي F04. هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة احب افكرك ان احنا هنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة لهاتف شاومي ريدمي 10A، لو انت حابب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة هنقارن المعالجات، وهنا سامسونج بيجي بمعالج ميدياتك هيليو بي 35، وشاومي بيجي بمعالج ميدياتك هيليو جي 25، وهنا معالج سامسونج بيتفوق بفرق مش كبير. الاتنين بيجوا بنفس الشاشة، شاشة IPS LCD بجودة
HD بلس ومعدل تحديث 60 هرتز، وهنا الاتنين زي بعض. سامسونج بيدعم منفذ الشحن الافضل تايب سي، وشاومي بيدعم منفذ الشحن القديم اللي هو مايكرو USB، وهنا سامسونج بتتفوق. سامسونج مش بيدعم البصمة ولكن شاومي بيدعم البصمة، وهنا شاومي بتتفوق. سامسونج يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، وشاومي بيدعم الشحن بقوة 10 واط، وهنا سامسونج بتتفوق. خلونا دلوقتي بعد ما شفنا الفرق ما بين الجهازين نعرف اسعار الجهازين، ولكن خد بالك ان سعر سامسونج ده سعر متوقع لانه لسه منزلش مصر، انما سعر شاومي ده السعر الرسمي. سعر سامسونج المتوقع نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 4500 جنيه. سعر شاومي الرسمي نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام 4500 جنيه. من خلال موقع موبيسي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبيسي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهايه الفيديو لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمل له مراجعه اكتب اسمه في التعليقات، وكمان مستني اراك في هاتف سامسونج جالاكسي F04. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.